السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ تخيل او تخيلي معايا كده لو لسه بادئين قناة على يوتيوب وفجأة بعد 15 يوم لقيتوا ان انتوا عندكم 1000 مشترك. الحمد لله الحمد لله، ده حصل معايا فعلا. احساس تحفة يا جماعة، والله العظيم كنت مصدومة بجد، ما كنتش متخيلة حاجة زي دي في وقت زي ده. الحمد لله طبعا. ففي الفيديو ده انا هقول لكم على كل حاجة انا عملتها عشان اوصل للنتيجة دي في الوقت ده. 1000 مشترك وعديتهم كمان ما شاء الله في 15 يوم، من غير ما اعمل اعلانات، من غير ما اعمل دعاية. اول مرة اعمل قناة على يوتيوب اساسا. فتابعوا معايا الفيديو للاخر، هعرفكم كل التفاصيل، وكمان هعمل معاكم خطوة بخطوة عملي ايه الحاجات اللي ساعدتني، ايه اللي انا مشيت عليه، ايه الحاجات اللي بجد فرقت معايا. والله مش كلام بقى اي فيديو بيطلع لا، احنا هنجرب كل حاجه مع بعض في الفيديو ده. ايا كان انت لسه مبتدئ او جربتي قبل كده وفشلتي، كل حاجه هنعملها مع بعض في الفيديو ده باذن الله. فتابعوا معايا الفيديو للاخر. هنبتدي مع بعض دلوقتي الجزء النظري. اول حاجه يا جماعه، في شويه حاجات كده لازم تكون معموله في القناه نفسها غير الفيديوهات، بتساعد على ان قناتك تكون كويسه وبشكل بروفيشنال اكتر، بحيث الناس تكون سهله في التعامل معاها. فاهميني؟ يعني اول حاجه لازم نحاول نختار على قد ما نقدر الاسم والصوره كويسين بشكل ما. الصوره حاول ان هي تكون مهندمه وكويسه وشويه قريبه من المحتوى اللي انتوا هتقدموه. والاسم حاولوا تخلوا الاسم بالعربي وبالانجلش، يعني ما يكونش عربي بس او انجلش بس، لا، خلوا اسمكم بالعربي وبالانجلش. ليه بقى؟ علشان اي فئه عامه بتتابعكم، ناس بتستريح اكتر في العربي تسرش على اسمك بالعربي تلاقيها، الناس اللي بتستريح اكتر في الانجليش او تعاملاتها بالانجليش تسرش على اسمك بالانجليش تلاقيه. فاهميني؟ فكده نحاول نخلي الصوره كويسه والاسم يكون عربي وانجليش علشان اي حد يقدر يوصل لنا. ويا سلام كمان لو خلينا الاسم بتاعنا في حاجه مميزه، حاجه تشد الناس، برضه على حسب المحتوى بتاعنا. ممكن الاسم يكون بسيط عادي وهادي، بس زي ما قلت لكم نحاول نخليه بالعربي وبالانجليش. دي اول حاجه اللي هي لا يعني لا مفر منها او لا استغنى عنها زي ما بيقولوا. تاني حاجة يا جماعة، اكتبوا وصف للقناة بتاعتكم. انا بشوف كتير قوي قنوات مبتدئة مش كاتبة وصف للقناة بتاعها، يعني تحسوا ان مفيش اي وصف. الوصف ده بيساعد ان اول ما حد يعمل لك اشتراك ويبتدي يخش على القناة بتاعتك، هيشوف المحتوى اللي انت بتقدمه، هيشوف اختصار. انت الوصف ده انت بتبقى كاتب كده مقدمة بسيطة او نبذة صغيرة عن محتواك او عن القناة بتاعتك بتتكلم عن ايه. فدي مهمة جدا جدا. وللناس اللي هتقول انا مش عارفة اكتب ايه او مش لاقي كلام اكتبه، انا هقول لكم في اخر الفيديو، مش في اخر الفيديو، كمان شوية هقول لكم احنا هنكتب ده ازاي او هنجيب الكلام ده منين او نعمل ايه بالظبط عشان نخلي كمان الوصف بتاعنا كويس جدا. دي تاني حاجه. تالت حاجه، وانتوا بتعملوا القناه كده كان عندكم في خانه ان انتوا تكتبوا فيها بعد الوصف، ان انتوا تكتبوا زي تاكس كده او كلمات مفتاحيه للقناه بتاعتك. اكتب في الكلمات المفتاحيه دي حاجات كتير جدا جدا جدا. اي حاجه ليها علاقه بالمجال بتاعك او بالمحتوى بتاعك اكتبها. اي حاجه تيجي على دماغك اكتبها. هوريكم برضو ممكن نجيب افكار منين للموضوع ده. نيجي للجزء التاني، وده بالنسبة لي الجزء الأهم، وهي الفيديوهات. أنا بالنسبة لي يا جماعة، أو أنا بعتبر إن العنوان والصورة المصغرة أهم من المحتوى، يعني دي أهم حاجة عندنا وبعديها المحتوى. ليه أنا بشوف كده؟ لأن لو الصورة بتاعتي مش كويسة أو العنوان بتاعي مش جذاب، المشاهد مش هيضغط على الفيديو. فلو أنا عاملة محتوى جبار بس الصورة بتاعتي مش ألذ حاجة والعنوان بتاعي، هو مش هيشوف المحتوى الجبار اللي أنا عاملاه. فاهمين قصدي؟ فأنا بالنسبة لي أهم حاجة اللي هي الخطوة الأولى الصورة بتاعتي والعنوان. دول انا هعلمكم ازاي هنعملهم بشكل احترافي، وهنخلي ادوات تساعدنا يا جماعه الناس. يعني انا ما كنتش بيجي في دماغي افكار للفيديوهات بتاعتي، فاهميني؟ ما بيجيش في دماغي اعمل ايه على الصوره. هنتعلم كل ده نعمله سوا ازاي دلوقتي. فبصوا بقى، انا اول حاجه عملتها عشان اوصل ل1000 مشترك في 15 يوم بس، عملت ايه؟ انا اول حاجه بعملها ان انا بشوف فكره الفيديو بتاعي. انا مثلا النهارده هعمل فيديو عن ازاي تجيب اول 1000 مشترك في 15 يوم. اوكي، الاول انا بشوف فكره الفيديو في دماغي قبل ما بصور. بروح على السر الاساسي بقى يا جماعه بتاع الفيديو بتاع النهارده، تشات جي بي تي. تشات جي بي تي هو اللي هيساعدنا في كل حاجه، في كل خطوه احنا هنمر بيها، وهوريكم ده ازاي وهنعمله سوا مع بعض النهارده. بروح اقول له مثلا انا هعمل فيديو عن الفكره بتاعته كذا كذا، عايزه عنوان مشوق ويجذب الناس، عنوان يجيب مشاهدات كتيره، اي حاجه. بيديني اوبشنز كتير، يعني بتاع 10 اختيارات مثلا، وانا اشوف بقى العنوان اللي عايزاه. كل حاجه انا عايزاه بخلي شات جي بي تي يساعدني فيها. هنشوف ده ازاي، هنشوف ده دلوقتي. انا مش هاخر عليكم اكتر من كده، يلا بينا على شات جي بي تي. بصوا يا جماعه، دلوقتي ده عندنا شكل شات جي بي تي من بره. اوكي، اول ما نحمله هتحملوه من على جوجل بلاي او اي حاجه عادي. هنضغط كده. اوكي، اول حاجه نعملها عادي ازيك يا شات او اي حاجه عادي. اوكي، بعد كده هنقول له دلوقتي، ما علينا، هنقول له مثلا انا بعمل فيديو عن ازاي اجيب اول 1000
مشترك 15 يوم. اوكي، على قناة اليوتيوب بتاعتي. عايزاك تعمل لي عنوان جذاب جدا ويشد الناس ويجيب مشاهدات عالية، وهبعت. بصوا يا جماعة، هيبتدي بيكتب لي عناوين مش عنوان واحد. يعني الناس اللي بتقول ان انا مش ببقى عارفة اختار عنوان للفيديو بتاعي، مش ببقى عارفة اكتب ايه، احنا ممكن نستخدم حاجة بسيطة جدا اكننا بنشات مع حد على واتساب. هو عمل لو عايزة عناوين اكتر، يعني هيكتب لي عادي مثلا عايزة عناوين اكتر. هيكتب اكتر يا جماعه عادي. يعني هو مش هيعطل او هيديك كل، لو ما فيش اي حاجه عجباكي اطلبي منه اكتر، او لو في كلمات معينه عايز تحطيها في العنوان بتاعك كمان اطلبيها منه عادي، وهو هيجيبها لك عادي جدا، يعمل لك عنوان بيها. اوكي، بعد مثلا ما بعمل كده بروح قايله له طيب عايزه كلام احطه على الصوره المصغره بتاعتي. جماعة يفضل نعمل الخطوات دي قبل ما نعمل الفيديو بتاعنا. ليه؟ عشان لما نختار اسم الفيديو بتاعنا والكلام اللي هنحطه على الصورة المصغرة ممكن نستخدمه في الفيديو كمان، يعني يكون كلام مشوق في الفيديو، فاهميني؟ اهو كلام جذاب للصورة. ممكن تشوفي بقى ايه الكلام، او لو انت عايزة كلمة معينة تشوفي يصيغها لك ازاي، فاهماني؟ لو انا عايزة اكتر هخليه يعمل لي اكتر، بس اي نصيحة انا عايزاها هخليه يعملها لي. بعد كده برضو بقول له اعمل لي وصف للفيديو. الوصف للفيديو ده برضو بيكون مهم قوي يا جماعه. الناس لو بتدوس على العنوان بتاعك او اي حاجه، الفيديو الوصف ساعات بيكون جذاب، فاهميني؟ ويخلي الناس تكمل مشاهده اكتر. اصلا احنا نادر اللي يفتح فيديو يفضل باصص عليه، دايما بنشوف الكومنتس، دايما بنشوف الوصف، بنقعد نعكرت كده، فاهميني؟ مش بنبقى باصين على الفيديو بس. بعد ما خلصت ممكن كمان اقول له اعمل لي كلمات مفتاحيه للفيديو ده. الكلمات المفتاحية دي يا جماعة انا بحطها تحت الوصف، فاهميني؟ دي بقى الناس اللي هي بتكون عايزة يعني تزود الوصف بتاعها، او التاجز دي يا جماعة بتكون مساعدة جدا ان لما حد يسرش على حاجة يظهر له، فاهميني؟ دي انا هوريكم الهاشتاج ده بيتعمل ازاي. انتوا بعد الوصف بتعملوا علامة شباك وبتكتبوا الكلمة وبتدوسوا عليها، هي بتظهر لكم كده اكنكم بتعملوا سيرش على حد، هتظهر لكم الكلمة تدوسوا عليها، انتوا كده عملتوا تاج. بس يا جماعه، بس بجد دي خطوات، هو التعامل معاه بسيط جدا، بس هو فعلا هيفيدكم قوي قوي قوي. انا حبيت اعمل معاكم الموضوع على تشات جي بي تي قدام عينيكم كده خطوه بخطوه، عشان الناس اللي مستصعبه اللي مش عارفه تتعامل معاه ازاي. جماعه هو بجد مفيد جدا. كمان انتوا هيجيلكوا افكار، انا بس عشان بقول اختصارا كده عشان مش عايزه اطول عليكم في الفيديو، بس الموضوع مفيد زي ما قلت لكم. انتوا اهم حاجه بس العنوان والصوره المصغره يا جماعه، اهم حاجه. وبعد كده في حاجات طبعا مهمه بقى زي الصوت. لو احنا هنعمل المحتوى بتاعنا بصوتنا، يعني لازم الصوت على قد ما نقدر يكون واضح، يكون مسموع. مش لازم مايك، انا مش بصور بمايك والله ولا اي حاجه خالص، بس على قد ما بقدر بحاول اكون في مكان ما فيهوش دوشه، واحاول ان انا اعلي صوتي بس عشان بس يكون ظاهر لكم في الفيديو ان هو يعني نقي وواضح. وتاني حاجه مهمه الاضاءه. الاضاءه يا جماعه مهمه جدا جدا جدا. مش هقول لكم بقى نجيب سيت اب ورينج لايت طبعا لو تقدروا تجيبوا رينج لايت هاتوا رينج لايت، هتكون كويسه جدا. بس لو مش معانا امكانيه دلوقتي نعمل ايه؟ فلاش الموبايل. اهم حاجه نمسح الكاميرا كويس جدا، اهم حاجه نمسح الكاميرا كويس جدا يا جماعه، بتفرق موت. وبعد كده نشغل الفلاش، او لو في موبايل تاني معانا، موبايل اخونا او اختنا اي حاجه، نجيبه بس ونشغل الفلاش جنب الكاميرا، هيظبط الدنيا خالص اكنك حاطه رينج لايت، لحد ما بعد كده نعرف نجيب رينج لايت. فهي يا جماعه هي شويه ستابس كده بسيطه بس بتفرق وبتخلي الفيديوهات بروفيشنال بشكل اكبر، فاهمين قصدي؟ لو استخدمتوا شات جي بي تي زي ما انا ما وريتكم صدقوني هتبقوا عاملين عناوين كويسه جدا، الصوره بتاعتكم هتكون كويسه. انتوا بس اهتموا بالحاجتين دول وسيبوا بقى لربنا، بعد كده تعبوا في المحتوى بتاعكم براحتكم. بس دول اهم حاجتين يا جماعه. يعني انا حاولت افيدكم والله العظيم واقول لكم على اللي انا بعمله بالظبط، انا ما بعملش اي حاجه زياده عن اللي انا بقولها لكم دي والله. ان شاء الله يكون اي حد استفاد، وان شاء الله كلكم تحققوا الشروط عشان نبتدي ناخد الارباح باذن الله. ربنا يعمل لكم الخير كلكم. لو اي حد عنده استفسار على اي حاجه يكتب لي في الفيديو في الكومنتس سوري. متنسوش تعملوا لي سبسكرايب لايك بقى عشان يوصلكم كل جديد. باي باي.